كل عمليات الوجه تشترك في ان الوجه من احسن الاماكن في التئام الجروح غير اي منطقة تانية في الجسم. حلو. واحنا بنحط الجروح في مكان مخفي على قد ما بنقدر، يعني زي ما بنحط جرح الجفن غالبا بيكون في تانية الجفن، اول ما المريضة بتفتح عينيها الجرح ما بيبقاش باين. ده بالنسبة للجفن الايه العلوي. العلوي. الجفن السفلي الامور بتبقى فيه غالبا بنشتغل عليه عشان الاكياس الدهنية. المريضة تيجي تشتكي تقول لك انا عيني منفخة من تحت. صحيح. احيانا النفخه دي بتكون اكياس دهنيه فقط، مفيش اي ترهل في الجلد، مش محتاجه شد رباط العين الخارجي، وبالتالي ممكن نعملها من داخل الجفن من الداخل من الملتحمه، وساعتها ما يكونش في جروح خارجيه اطلاقا. لو معانا كمان بعد الاكياس الدهنيه دي ما نشيلها حاسين ان في ارتخاء في الجلد او محتاجين نعمل زي شد لرباط العين الخارجي، ساعتها خصوصا في السيدات الكبار في السن، ساعتها بنعمل الجرح من تحت الرموش، ما بنعملوش من هنا ابدا، بنعمله من تحت الرموش. بنشيل فيه بنقص المليمترات من جلد المترهل، بنشد رباط العين شوية، وبنشيل الأكياس الدهنية، مش بنفضيها ولكن بنشيل الدهون البارزة اللي فيها. عملية بتطول شوية عن الجفون العلوية شوية، بيكون فيها شوي اكسترا تايم. اكسترا تايم، اكسترا بروزس، عاوزة مهارة أكتر من الجراح. وفي نفس الوقت احنا عشان الجفون العلوية ممكن اشتغل فيها على الاكياس الدهنيه، ولكن اغلب الاكياس الدهنيه بتكون سفليه وبنشتغل عليها الجزء السفلي، فالعمليه بتكون التورم فيها اطول شويه، ولكن برضو تصل عمليه جميله جدا ولطيفه، والعيانه ما بتشوفش الجرح تقريبا.